ايه ايه ماشي سيب. صباح الخيرات، صباح الخيرات يا حلوات، عاملين ايه؟ رحت جبت شوية حاجات عشان نفطر. ده فطار، ده بتاع ابني الشيبسي، والشيبسي ده بتاع بنتي يومنا. وده لإلي. وجبت بتاعي انا، لا ده بتاعي انا. انت اخترت ده بتاعي انا والله، ده بتاعي انا والله. لا ما فيش اختيار، ده بتاعي انت اخترت. هو مفشوش. اوعى عشان بصور، مش بنتكلم بعدين في الموضوع ده. طب استنى لما اخلص. اوعى طيب، انا ماليش دعوه، انت اللي اخترت. استني طيب، انا جبت 1 2 3 4 5 5 فطيرات. واحدة ب5 اضرب 25. استني يا امي، اوعي يا ايوب، تعالى كده. وجبت نص كيلو لبن، مش عارفه اعمل كام. وجبت نص الجبنه، لا نص كيلو جبنه ده. جبت اللي هو ايه، جبنه نباتي، الدهن بطعم الجبنه الرومي. جبتها دي بطعم الجبنه الرومي. وجبت من ده 3، الواحد ب5 فيليه. دول 3 فيليه. جبت الواحدة ب5. لا مش بتوعك، دول حاجة الليل يعني، دول بتوع بالليل، ناكلهم بالليل مع بعض. وجبت واحدة مشبك، فدول ان شاء الله كده ناكلهم كده ايه في السهرة كده بالليل. النهاردة الخميس، فان شاء الله هنسهر عليهم كده بالليل، هنسمع مسلسل وهناكل ما نسمع المسلسل. جبت كده ب10 جنيه مرقة. تمام بس كده. ودي كانت المشتريات بتاعتي بتاع النهارده. هنعمل ايه بقى كده؟ هنسخن الفطير في الميكرويف مع بعض ونفطر كده، نجهز كده فطار ونفطر ان شاء الله. هاتي بقى يلا احط الفطير كده. انا هسخن 4 هسيبتي. طب ثواني حط اللبن في الثلاجة. ايه جد اللعبة اللي متلعبة دي بس انت هتفيدي وانا راجع. طيب
كده. مش هحط الشيبسي في مش هحط الشيبسي في الأخير. لا ما عندي بقى. ثواني. بصي انا كنت عملت كده وقلت يا رب يسمي اسراء، يا رب يسمي محمود، يا رب يسمي منى، يا رب يسمي ايوب، يا رب يسمي ست بنت نايمين على طول. انا مش هاجي غطا فاختار بلاش عشان شغلي اللي حاولت اظبط الدنيا بس زي ما شفت كده وجعتني. طبعا مش مشكله احنا كده المفروض نعمل هطلع الفطير من الميكرويف. عشان الكيسة بصوا بقى هنعتبر ان دي السنة. جبت غطا تاني صينية حط فيها كتير. الجبنة دي اكيد مش هرميها، الرخامة نظيفة والله. حاضر هحطلك بس ثواني. وده كان الفطار بتاعي بتاع النهارده. بص بقى بغض النظر عن بغض النظر عن القصات اللي ورايا انا مشغل الغساله فايه نعديها مع بعض. انا جبت شويه حاجات وقلت اقول لكم احنا جبنا ايه مع بعض. جبت سفندي بصراحه مش عارفه الكيلو بكام بس انا جبت دول ب16. بس يعني مش هيكون يعني ممكن الجزائر برتقال الكيلو ب15 مثلا مش مشكله. جبت كمان الجوافه دي هي بصوا زي ما انتم شايفين كده مستويه شويه. جبت الكيلو، انا جبت كيلو اصلا، الكيلو منها كان عامل 15 والجام ده كان الكيلو منها عامل 20. انا قلت لهم انتوا مستويين. كده جبنا جوافه وجبنا سفندي. جبت كيلو طماطم ب 13 بس زي ما انتم شايفين كده حلوه وجميله والله. كان في ب 15 وفي ب 13. انا جبت بقى من ام 13 زي ما انتم شايفين كده حلوه. دول كانوا عاملين 15 جنيه. طبعا دول البرد مش راضي يمشي من عندنا ولا راضي يتحتح حتى من مكانه واحنا كلنا تعبانين وعندنا برد لسه لحد دلوقتي. فجبت نص ليمون. نص الليمون عامل 20، الكيلو نص ليمون عامل 10، الكيلو بيجي ب20. فانا جبت نص ليمون زي ما انتم شايفين كده. وجبت البصل برضو غلي، جبت دول وزنتهم طلعوا 16 جنيه. ودي كانت كل المشتريات اللي انا اشتريتها النهارده بس كده.
صباح الخير او مساء الخير في الوقت اللي انتوا بتشوفوني فيه. ازيكم يا غمير؟ عاملين ايه؟ واهلا بكل واحده جديده اشتركت معايا في القناه، وبجد كل واحده كتبت لي كومنت شكرا 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 شكرا، فرحتوني بطريقه انتوا متتخيلوهاش. واهلا بكم في الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله كده ايه تستفادوا كده منه بحاجه حتى لو كانت حاجه بسيطه. بصوا بقى دلوقتي كده هننظم مع بعض الحاجات بتاعة السوق اللي احنا جبناها مع بعض، علشان الحاجات يعني ما تبوظ. انتوا عارفين الحاجات لما بتقعد في الشنطة هتبوظ. وبعد كده هنرتب مع بعض البيت، وبعد كده هنعمل غدا، وهنعمل كمان يعني هي يعتبر حاجة حلوة وفي نفس الوقت معجنات، اللي هو يعني باتيه. ايوه باتيه زي الكرواسون كده. بصوا بقى انا طبعا انتوا عارفين انا مش بجيب معاكم تفاصيل وانا برتب، بس بجيب كده قبل وبعد. وهنا بقى كنت قلت اطبق معاكم، كنت غاسله فوط وقلت اطبقها. وطبعا زي ما انتوا شايفين العيال مش سايبيننا في حالنا خالص، وهم كانوا قاعدين يصوروا معايا الفيديو، قالوا مش هنسيبك يا ماما، فصوروا معايا الفيديو. المهم وحشتوني جدا جدا، والله العظيم وحشتوني بجد. والله كل واحدة بتكتب لي كومنت حلو بجد شكرا. والله بفرح جدا من الكومنتات، بحس ان عندي طاقة اكتر. حرفيا مكنتش اعرف الموضوع ده، وكنت بحس ان اللي بيقول الكلام ده بيقول اي كلام وخلاص، الا لما جربت حسيت فعلا بالاحساس. اصل الكلمة طيبة صدقة فعلا. يعني لما حد بيقول لحد كلمة طيبة كده بيفرح منها كده وبيكون مبسوط جدا، وبيكون يعني انت بتقول لي كلمة حلوة فانا مبسوطة، فاهماني؟ اللي هو بيكون كده. المهم زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول ان انا اطبق كل الفوط وارتبها وانظمها، عشان يعني كانت كل الفوط اللي عندي كانت مش مترتبة، مش يعني قعدت برضك شوية عقبال ما خلصت كل الغسيل اللي كان عندي. وعقبال ما خلصت كل الغسيل اللي كان عندي كانت الفوط اللي في الدولاب كلها خلصت. فقلت لها كده خلاص يلا غسلتهم وسبتهم من زي ما انتوا شايفين كده بنطبقهم مع بعض. عارفين دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 5 الصبح، وانا بسجل لكم الفيديو. كل ده عشان خاطركم. يلا مش مشكلة. بس بصراحة انا اصلا قاعدة كده يعني في مكان عند حماتي، تمام، فواقفة في البلكونة كده، فعارفين انتوا صوت عربيات وصوت الهوا وكده، حاجة كده جميلة، والدنيا برد. انتوا مش متخيلين انا وشي ساجع كده ومتلج ونفسي بيطلع دخان. عارفين بقى الشتا الكارثي، ما عشان الساعة 5 فاحنا انا صليت الفجر وكده، وقلت كده هما صاحيين يعني انا صحيتهم عشان يصلوا الفجر، فقلت خلاص انا هسيبهم عشان مش هينفع اسجل وسطيهم، وهطلع اسجل في البلكونه. لو كانوا صحيين كنت عادي سجلت جوا، ما كانش هيكون في مشاكل خالص. انتوا عارفين انا قلت لكم ان انا في البلكونه، ففي بقى اصوات عربيات وموتوسيكلات رايحين جايين. ف يعني برضك الصوت هيكون مزعج جوا في الفيديو بتاع النهارده، تمام. بس كده الوقت هنبدأ نعمل مع بعض الغدا. فالغدا برضك سهل وسريع بتاع النهارده، يعني مفهوش تفاصيل كتير، مفهوش اللي هو في 5 دقايق كده هتقفي في المطبخ تعملي. انا كانت عندي كل حاجه جاهزه في الفريزر، فيدوبك بس قطعت البصل، وبعد ما البصله اتحمرت حطيت عليها كيس الصلصه، وبعد كده نزلت عليها باللحمه، سبتها لحد ما اللحمه استوت كلها ببعض. وبعد ما اللحمة تستوي وكل حاجة تمام، اللهم صل على النبي، هيكون هحط بقى كيس القلقاس، هسيبه يستوي. يعني انا هعمل طبق القلقاس النهارده بالتقلية اللي انا قلتلكوا عليه، فاكرين؟ اللي سمع فيديو تفريزات رمضان هيبقى فاكر. بصوا انا لما عملت تفريزات رمضان دي انا برضك هستخدم منها، يعني كل ما عاوز هستخدم منها عادي وارجع اجيب تاني. واصلا دي ما كانتش يعتبر تفريزات رمضان اللي انا ناوية عليها. ان شاء الله فيديو تفريزات رمضان هيكون اكبر من كده واكتر وفي حاجات اكتر وكل الكلام ده. هي دي كانت التفريزات بتاعتي بتاعت الشهر. انا لو كنت سبت الكرومبة القرنبيط والحاجات دي كلها في التلاجة لحد ما استخدم منها، طبعا دلوقتي عدى اكتر من 10 ايام، كان زمان الحاجة باظت. وانا اصلا الحاجة يعتبر عندي نصها كلها اكتر من نصها موجودة عندي في
في التلاجة في الفريزر ما استعملتوش، فانا لو كنت سبته بره او حطيته زي ما انا في الفريزر كده من غير ما اشيله وكده كان هيبوظ، فحرام. ففرزته معاكم وشلته في التلاجة، شلته في الفريزر، وانا لما عاوز اسحب منه. بس ان شاء الله تفريزات رمضان لما هعملها مش هسحب منها الا على رمضان. وتفريزات رمضان بتاعه الخضار انا بصراحة يعني انا خلصت جزء كبير من الخزين، اللي شاف بردك الفيديو بتاع الخزين اللي هو كرتونة رمضان هيعرف، خلصت جزء كبير منه. ف يعني وفر عليا مبلغ محترم، فهعرف بقى افرز زي ما انا عايزه، هعرف اعمل اللي انا عايزاه. وكمان لسه بردك يعني انا لسه بردك قاعد لي شويه حلوين من الخزين يعني محتاجه اعملهم. فان شاء الله نعمل كل الحاجات دي مع بعض، وانتوا تنصحوني في الكومنتات وناخد كده رأي بعض واراء بعض عشان نبقى ايه شاطرين كده ومتفوقين ونبقى احسن من اي حد في الدنيا كده مع بعضينا. تمام؟ ما تنسوش تصلوا على النبي. تمام؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا صوتي انا حاسه ان انا بكلم نفسي صوتي واطي خالص، عارفين كان يسري يعني لو انا وانتوا ناخد مع بعض وندي مع بعض في الكلام، يعني مثلا وقت تسجيل الصوت ده انتوا تكلموني وانا اكلمكم، اللي هو انتوا تقولوا رايكم في الكومنتات بدل ما انا كده بتكلم لوحدي مش في الكومنتات على طول كده دايركت. احسن حاجه في الشقه بتاعت حماتي طبعا البلكونه يا بنات. انا لما ما عنديش البلكونه فعلا حاسه ان انا مخنوقه وحالتي النفسيه وحشه بصراحه. بتخلي يعني انت مثلا زهقانه مخنوقه هتعملي كوبايه شاي وهتطلع كده تشمي الهوا كده في البلكونه، مش هتطلع تتفسح، لا هتعملي كوبايه نسكافيه مثلا وتطلعي كده في البلكونه دي حاجه حلوه جدا بصراحه، يعني اللي اخترعها كتر خيره والله. صراحة حاجة جميلة. هنا كان الأكل استوى زي ما انتم شايفين، عملت رز بالشعرية برضك جنب الأكل وبس كده. انتوا عارفين انا بعمل كميات قليلة اليوم بيومي وعلشان الأكل ما يباتش، عشان الأكل عندي لما بيبات ما حدش بياكله، اللي اتبقوا دول في الحلة دول علشان ما يباتوش. انا عملت ايه، اتعشيت بيهم بالليل بالمعلقة، ما اكلتش بعيش، بس كان طعمهم تحفة بصراحة. انا من محبي القلقاس جدا فكان طعمهم تحفة. هنا بقى هنعمل كده معجنات كده لللانش بوكس كده طعمها جميل، احنا عملناها مع بعض قبل كده ومن كتر ما هي جميلة هنفضل نعملها مع بعض، وهفضل هفضل اقول لكم عليها كتير. يعني هي بصراحة مش وصفتي، وصفة اي حبيب، بس بصراحة تحفة. انا عمري ما عملت وصفة من وصفات اي حبيب وبوظت مني الا وبتطلع زي حرفيا ما بتتباع بره، ممكن يكون احسن ب100 مرة من اللي بتتباع بره، واهمهم بان هي بتكون معمولة على ايديكي وعارفة ايه كل المكونات اللي انت حطاها فيها. المهم هنا حطيت هنا في الدقيق حطيت 10 كوباية دقيق من اللي انتوا شفتوهم، وحطيت ذرة ملح وقلبتهم مع بعض. العلبة اللي انا بقلب فيها دي حطيت فيها ايه نص كيلو لبن، والنص كيلو لبن ما كانش مكفي عندي فمليت كوباية مية وحطيت عليها معلقة كبيرة لبن بودرة، علشان المقدار 10 كوبايات بياخدوا 3 كوبايات من السوائل، والسوائل لازم تكون لبن. وهحط على اللبن هحط كيس خميرة وهسيبه لحد ما يطلع فقاعات واحس ان الخميرة كده متفاعلة معاه بدل ما كل اللي احنا بنعمله ده يبوظ. وبعد كده هنزل عليهم. انا عاملاه كل المقدار ده انت ممكن تقسميه على نصين، يعني بدل ما تعملي 10 كوبايات تعملي 5 كوبايات، وبدل ما تحط 4 بيضات تحطي بيضتين، بدل ما تحطي 3 كوبايات من اللبن حطي 1.5 كوباية. تمام؟ فانا عملت كده بصراحة، حطيت 4. انا عملت كمية كبيرة يعني عشان نفطر منها ونتعشى منها، وكمان احط منها في اللانش بوكس، يعني ممكن تكفيني يومين كده او 3 ايام. انا اصلا في الوقت اللي انا بسجل لكم في الفيديو ده هواتي من كتر ما هي جميلة هو كده، يعني احنا عملناها امبارح او اول امبارح، لا ايوه اول امبارح، وخلصت مننا النهارده الصبح. كانت النهارده الصبح ما انا في اقصد يعني امبارح بالليل لما كنت في بيتنا. المهم هنا كده حطيت الخليط، حطيت ال4 بيضات وحطيت نص كوباية من كوباية
كوبايه الا ربع من الزيت على السمنه، او الزيت بس او السمنه بس اللي موجود عندك. وبعد كده نزلت عليهم نزلت بقى على الحاجه اللي عندي ديت بكل المكونات دي كده على بعض وهعجنها. وميزه الوصفه ديت ان هي تبقى بتلزق كده في ايديكي، حاجه بسيطه خالص. تمام. هي بس الايد اللي انا كان فيها عندي العجين كانت ملزقه جامد عشان كان فيها عجين، بس انا لما مسكتها بايدي النظيفه ما كانتش بتلزق خالص. وتفضل تعجني فيها كويس 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 كده، اخدميها بمعنى الكلمه، يعني اديها من وقتك تديكي من جمالها وطعمها الحلو. والله يا بنات انا هفضل وراكم زي ما قلت لكم لحد ما كل الناس تفضل تعملها من كتر ما انا منبهره بيها، وكل اللي اكلها من ايدي منبهر بيها حرفيا. طعمها تحفه، والله والله طعمها تحفه. علشان ما اكدبش بصراحه، يعني اخر واحده من الكرواسو ده حطيتها في الفريزر قبل ما يجي، كانت هي واحده بس يعني، فحطيتها في الفريزر، فالحمد لله ان متبقي واحده. ممكن اعملها يعني كده في اللانش بوكس لابني ان شاء الله اليوم تاني اللي انا هروح فيه. ماشي. كده عجنت كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده، اغطيها بس كده، اشيلها على جنب لحد ما تختمر. بتقعد في الوقت اللي احنا فيه ده هواتي ممكن ساعة او اكتر من ساعة، لحد بس ما انت كل شوية تبص عليها تشوفيها اختمرت ولا لأ. انا كنت معبيه كوبايه دجاج مخليها احتياطي غير ال10 كوبايات اللي انا حطيتهم في البتاع. تمام. قلت اخليها احتياطي عشان لو العجين عايز مني بدل ما بهدل الدنيا اعرف اخد من الكوبايه دي على طول. هنا بقى بس بقى جميل بعد ما اختمرت كده كان شكلها تحفه. تضاعفت طبعا كميتها. هنشكلها كده مع بعض. انا كنت جبت الصينيه على اساس اني اشكل فيها، بس بصراحه حسيت لا مش هعرف خالص. فلا قلت هي الرخامة اشتكت مني في حاجة؟ ما اشتكتش مني في حاجة. فانا بصراحة قلت خلاص انا هعمل على الرخامة، هيكون اسهل ليا واحسن بكتير جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بمسك كل الصواني اللي انا هحط فيها الكمية اللي عندي وبمسحها كده مسحة زيت بسيطة خالص، وبعد كده هشكل باقي كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. بصراحة انا عملت الحجم كبير جدا كمان، يعني البتاع اللي انا عاملاها كبيرة. عشان بصوا هو انا يعني لما بعمل المرة اللي فاتت لما عملتها صغيرة جدا فتعبتني في التشكيل. المرة دي عملتها كبيرة جدا فما وفرتش معايا بصراحة، بس كان طعمها تحفة يا بنات. عارفين فلافي كده من جوه، شكلها جميل وطعمها جميل وحاجة كده حلوة جدا والله. احسن من الكرواسو اللي انتوا او الباتيه اللي انتوا بتجيبوه من اي سوبر ماركت او من اي احسن بتاع معجنات في الدنيا حرفيا. المهم انا جبت كده بقطع كده العجينه وبجيبها كده بفرطها زي ما انتوا شايفين. انتوا ممكن تعملوا حاجه احسن، تجيبوا العجينه كلها وتفرطوها كلها وتجوا لفينها على طول. انا اصلا المفروض كنت الف دي كده اصلا على بعض، دي حته اصلا من العجينه، يعني انا بدل ما كنت جبت حته من العجينه كنت جبتها كلها وفرطتها على الرخامه كلها وبعد كده لفيته وبعد كده قطعت بالسكينه. بس بصراحه الحركه اللي انا بعملها دي بتبين شكل الباتيه من جوه، بتبين شكل الباتيه من على الجناب، فبتخلي شكله كده اللي هو شكله حلو. انا اصلا هعمل معاكم اخر حته اصلا كده اللي هو الفها وبعد كده هرجع اقطعها بالسكينه، بس حسيت ان هي مش مبينه الشكل زي دي. زي ما انتم شايفين كده هلفها رول علشان واحطها في الصينيه وبخلي مسافه عشان دي هتتختمر ومكانها بتاعها هيتضاعف جدا جدا، حجمها يعني هيتضاعف جدا، فلازم تسيبي مسافة ما بين كل واحدة والتانية. انا بلفهم رول زي ما انتوا شايفين كده، وهعمل كل الكمية بنفس الاسلوب ده. بس كده كده خلصت يعتبر كل الكمية اللي عندي. هي الحتة اللي هي المتبقية دي هي اللي هلفها كده على بعض او هقطعها. بصوا كده ده اسهل بكتير وهيخلي الدنيا عليكي سهلة، فاهمين زي ما انتوا شايفين كده. بس كده خلصت كل الكميه، هغطيها كويس وهسيبها تختمر لحد كده الصبح ان شاء الله. وانا كده كنت بحاول اجيب احط كله في صينيه واحده، بس بصراحه ما ينفعش، فقلت خلاص خليهم زي ما هم. بصوا اصلا هم شكلهم عامل ازاي، شوفوا بقى شكلهم بعد ما يختمر.
حاجة كده تحفة والله، كده شكلهم جميل جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا هموت من البرد يا بنات، الدنيا برد جدا. احسن حاجه في الشقه بتاعت حماتي دي هياتي البلكونه. بصوا شكل الكروسو بعد ما اسمه ايه ده اختمر، شكله هتاكليه ني اصلا، هتاكليه كده قبل ما يستوي. طعم شكله حلو، طعمه حلو. شكله حلو. بصوا زي ما انتوا شايفين، بصوا اصلا تفاصيله تحفه تحفه والله بجد. بتمنى ان انتوا تجربوها يعجبكم. بصوا الاصوات بصراحه مش عارفه اتحكم في الاصوات بتاع العربيات اللي رايح واللي جاي ده، بس معلش عدها اللي سامحوني. هنا بقى كده بعد ما استوى هعمل ايه، انا مغطيه ديت عشان انا حطيت عليها وشها بسمنه كده، مرش عليها حبه ميه بسيطه وعامله على الوش السمنه زي ما انتوا هتشوفوا كده. وهوريكم طبعا دلوقتي واحده، انا بس هعمل كده كل الكميه دياتي كده بالسمنه، وبعد كده هغطيها وهوريكم واحده من اللي هي بردت شويه، عشان دي طبعا ما كنتش عارف امسكها معاكم كده اللهم صل على النبي، واوريها لكم عشان هي كانت لسه زي طالعه من الفرن زي ما انتم شايفين كده اصلا سخنه. يا دوبك بلحق بس كده احط عليها السمنه كده من على الوش، علشان تخلي الوش بتاعها كده حلو برضو، اللي هو بتخلي الوش بتاعها ظاهر. بصوا بقى هنا في قمة الجمال اللي انتوا هتلاقوه في الدنيا. يعني عايزين تسعدوا نفسكم او تبسطوا نفسكم او تحسوا ان انتوا انجزتوا او عملتوا حاجة محدش عارف يعملها قبل كده، اعملوا الوصفة دي هتحسوا بكده. والله ما بأفور يا بنات والله. بصوا شكلها اصلا من جوه شكلها تحفة، وطعمها احلى واحلى واحلى. ايوه صح، انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت في كمية اللبن والزيت حطيت 10 معالق سكر. ماشي بس كده وبكده يكون الفيديو بتاعنا بتاع النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو عشان يوصلكم كل جديد مني، وبتمنى الفيديو يعجبكم. باي باي.